بسم الله، صلاة والسلام على رسول الله. اهلا بيكم حبايب قلبي في فيديو جديد على قناة ايمي بدر. باذن الله نعمل المكشكشة ان شاء الله، نعملها بالكاستر باذن الله، نعملها بطريقة حلوة وجميلة وتعجبكم ان شاء الله. طبعا النتيجة زي ما احنا شايفين كده رائعة. بكل سهولة. يعني مش عارفة، كانت انا اتأخرت عليها قوي في العميل. اول مرة اعملها بصراحة، بس الحمد لله جميلة جدا. ان شاء الله نتابع مع بعض الفيديو باذن الله، واتمنى انه يعجبكم. اتمنى نبدا بلايك جميل كده ونسمي الله. نشوف معايا اول حاجه هنا هعمل العسل. معايا كوبايه من السكر، نص كوبايه من الميه. ممكن نخليها كوبايه من الميه علشان يبقى خفيف شويه، عشان تقل معايا، وزودت نص كوبايه ميه تاني. هنا بقى بعد ما غلي العسل على النار كده، بدأت ان انا اعصر نص ليمونه. فهنا كان تقل معايا اهو زي ما احنا شايفين، فزودت نص كوبايه ميه كمان بقى. مظبوط معايا تمام. هنا بقى صينيه مدهونه بالزبده، وكمان نقطتين من الزيت. معايا لفه جلاش نص كيلو، و8 قطع من الزبده الصفراء، 8 مكعبات. هبدأ ان انا احطها على النار كده تسيح معايا. وهجيب الجلاش طبعا بفتحه كده، وابدأ ان انا افرد واظبطه علشان نبدأ بقى ايه نكشكش المكشكشة. بس طبعا كنت جايباه لسه طازه يعني. ابدا ان انا بفككه كده بس، وبظبطه بقى على العدله بتاعته، علشان ابدا ان انا نظبط كل ورقتين مع بعض. باخدهم وببدا ان انا اعملهم زي مروحه كده. ابدا ان انا كل اتنين، عشان بس الورقه تبقى قويه معايا متبقاش ضعيفه. بس كده ببدا ان انا بكشكشها كده بالطريقه دي، وابدا ان انا احطها في الصينيه. بس بعمل معاكم كام واحدة كمان علشان نشوفها مع بعض، وبعد كده نبدأ نشوف بقية بقى ايه الطريقة. هوريكم كمان كل ورقتين. سهلة قوي جميلة، وبصراحة طعمها تحفة، ومقاديرها كمان بسيطة وسهلة جدا، وفي الآخر النتيجة جميلة ما شاء الله. يعني ان شاء الله كده اللي ما جربهاش يعملها. بس خلاص وصلت بقى لاخر لفة الجلاش اهي. اخر ورقتين فيها بقى ببدأ ان انا بظبطهم كده برضو. بس بعد كده بقى ببدأ ان انا بشوف كده الصينية هنا مستمرة، بس خلاص يعني ادي اهي كده اخر مروحة معايا. لا لسه في واحدة كمان. في بواقي بقى كده كانوا في الورقة بتاعة الجلاش متقسمين صغيرين يعني، فلميتهم كده برضو وعملتهم ايه واحدة. بس كده بوزعها بقى في الصينية بتاعتي، عشان حسيت ان الصينية واسعة شوية كبيرة. بس فظبطتهم كده. وطبعا كان في معايا زيادة في طول طول الورقة نفسها بتاعت الجلاش، فهبدأ كده ان انا اقطعه بالسكينة بكل سهولة كده. اظبط بس منظر الصينية بتاعتي، وهحطه برضو صف اخير علشان مرميهوش يعني، نرميلي حلو جميل اهو. ابدأ كده ان انا احطه في الجنب الصينية كده، اكمل بيه صف كمان. بس خلصت كده، ظبطت صينية جميلة اهي بالمنظر ده. هبدأ بقى اجيب الزبدة بتاعتي، ابدأ ان انا اوزعها كده على اوراق الجلاش كلها المنظر ده. بشبعها بقى كويس كده كلها، بوزعها كده مظبوط، بغطي الورق كله بالزبدة. بس وبعد كده بقى ببدأ على في الفرن. ببدأ ان انا ادخلها على الرف اللي في النص على درجة حرارة 180 لمدة يعني 10 دقايق بالكتير كده بإذن الله. بس تحمر معايا سنة بسيطة، وابدأ ان انا اطلعها. بس هنا بقى هبدأ ايه اجيب بيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا البيضة دي بقى فيها ايه. فيها صفرين. المفروض الوصفة كانت تبقى سبحان الله يعني يا ربي، كانت تبقى بيضتين معاهم كوباية لبن وكوباية من السكر،
وباكو فانيليا طبعا. فانا بصراحة ما كانش عندي غير بيضة دي، هي بيضة واحدة بلدي، فقلت انا هتوكل على الله واعمل بيها الوصفة. سبحان الله يعني، ربنا رزقني ببيضة فيها صفارين. بس بدأت ان انا اربها بقى كده اهو زي ما احنا شايفين. لازم ادوب البيض الاول كويس، وبعد كده انزل بكوباية اللبن، ادخله في اللبن كويس جدا كده زي ما احنا شايفين. برضو ده كده بنعمل الكاسترد بتاع المكشكشه. ونص كوبايه من السكر، هو المفروض كوبايه، بس اللي ما بيحبش السكر الكتير زي عندنا احنا هنا يعني هنحط نص كوبايه بس. بس دوبت كويس جدا الخليط ده في بعضه. طلعت معايا اهي الجلاش زي ما احنا شايفين كده، احمرار بسيط بس كده من تحت. بس ابدا بقى ان انا اسقيها الكاسترد بتاعنا اهو. المنظر ده شبعتها كلها برضو، مسكت كده الصينيه يمين وشمال علشان تبقى متوزعه معايا الخليط في كل انحاء الصينيه بتاعتي بالتساوي. بس على درجة حرارة كمان برضو اكمل بقى السوا على الرف اللي في النص ده بالنسبة لفرن البوتاجاز الغاز يعني. برضو على 180 لمدة يعني لغاية ما تحمر معايا كده. بعد كده رفعتها على الرف اللي فوق خالص من غير شواية، اللي حابب يعني البوتاجاز بقى اللي يظبط على حسب كل واحد، على حسب البوتاجاز بتاعها. احمر معايا كده اهو بالمنظر ده من غير شوايه ولا اي حاجه. طبعا نورين ودارين يعني اديتهم نصيبهم وقعدت معايا بقى تولينا. ابدا بقى ان انا اقطع كده. عايزه اقول لكم نتيجتها جميله جميله، ان شاء الله تجربوها باذن الله، ده لو ما كنتوش جربتوها يعني. انا اللي اتاخرت فيها قوي. بس كله بيجي في وقته الحمد لله. بس وصفه جميله جدا بصراحه، ان شاء الله مش هبطل ان انا اعملها. طبعا وهي سخنة سقيتها الشربات زي ما احنا شفنا. ايه الكلام اخدني معاكم ونسيت اشرح بقية الفيديو. بس بعد كده قطعتها بقى وحطيت المكسرات بتاعتنا بقى، كان سوداني وزبيب كده مطحون، وحطيتهم بالمنظر ده. بس كده خلصت معايا المكشكشة بأجمل طعم. طبعا تولينا حبيبتي بقى بأكلها كده دوقها، عجبتها قوي حبيبتي. فكده خلاص يكون خلص معانا الفيديو بتاعنا. اتمنى ان الطريقه تكون عجبتكم. اتمنى لو اول مره حضرتك تتابعي قناتي تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. اشكركم لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.